مخيم عين الحلوة والمعروف بعاصمة الشتات الفلسطيني في لبنان، الاشتباكات ما عادت حدث عابر، صارت جزء من يوميات الناس. كل فترة إطلاق نار، خوف وقلق، بيوت عم تسكر وشوارع عم تفضى. آخر الأحداث كانت الاشتباكات اللي صارت بسوق الخضار، واللي قدرت خسائرها ب20,000 دولار خلال أقل من 10 دقايق. هالخسائر مش مجرد أرقام، هي شبابيك مكسورة وأبواب مخلوعة وبيوت عم تتضرر، والأهالي عم بيدفعوا الثمن نفسياً ومادياً. هذا الزلمه قديش اشتغل لبنى محله، كم سنه اخذ تعب، ليه بده يصير هيك؟ نحن اليوم المرجعيات اللي عنا بدنا نفهم، انتوا اهل لتكونوا بتمثلوا هالمخيم ولا شو؟ الموضوع مش عم يقتصر على البيوت، الاقتصاد عم يتضرر، ومحلات الناس عم بتسكر، والأرزاق عم تتوقف، والناس ما في حدا يعوض عليها. الناس تعبت، بدها تعيش بأمان، تفتح بيوتها ومحلاتها من دون خوف وتطمن أولادها. احنا بدنا نعيش، احنا هالبت، عنا الحجرة بدنا نعيش فيها. مخيم عين الحلوة مش ساحة اشتباك، هو بيوت وناس عم بيتعبوا، قضية لاجئين بدها تضل حية.